أحمد حسن وأبو تريكة، والحكم ديفين الكاميروني يعطي إشارة البدء. وعلى بركة الله نبدأ أحداث الشوط الأول من لقاء مصر مع السنغال في الدور قبل النهائي. اتنقل بركات عشان يلعب أول ضربة ركنية في اللقاء بعد 8 دقايق لمنتخب مصر. تلعبوا سامع عبد الوهاب ورجليه حلو بتمشي زي المسطره. يا راجل حرام عليك يا وائل يا جمعه، مش بقول لحضراتكم احنا اكتر فرقه ضيعت اهداف وحلوه، انما طلعها لمين ديت؟ تنزل لاحمد حسن ويلعبها فيها فكره برضو، الراجل كان مزنوق انما لعبها كده لوب وتبقى ضربه مرمى. الاطراف ما طلعتش، انما كل الامور هم بانت معلمهم في الاجناب والكره السريعه وادي فيها السرعه. برافو، لسه بقول لحضراتكم هم صراع في الحته دي، يبقى لازم ناخد بالنا. انما الحمد لله برافو عصام، وعصام على الارض وان شاء الله يقوم سليم. ان احنا بنحضر الكوره وبعدين بنلعبها طويله للاثنين راس حربه، الاثنين راس حربه ميدو وعماد بيقعوا في الاوفسايد. بركات لسه برضه متحفز، ومحمد عبد الوهاب عنده مهمه ثقيله هناك، لازم يلاقي معاونه وجمعه والسقه، واللي بيكملها عماد متعب وعبد الوهاب ويلعبها يرجع. الله، مش ممكن تروح لعبد الوهاب، الكور بتخبط في رجلينا. انما ضربات الثابته بتشكل منتهى الخطوره بالنسبه لنا. اهو الراجل يعني ناقص يلعب معاهم، يعني هتشاط حيطه من 4 بس وراجع ورا. بابا جوب اهو، الحمد لله ضربه مرمى لمنتخب مصر. بيقعوا في مسار تسلل. اشوف حضراتكم ادي الكره الطويله هتبقى من نصيب المدافعين او نقع في مسار تسلل، وعلى طول لعماد. يلا يا راجل، ها ما قالش يا راجل، ما انت عماد كنت تجيبها من الاول تجيب جول. عماد لعيب حريف يقدر جدا يجيب منها، اهو لعيب حريف جدا في الحته دي بتاعته. لو هو بس يركز اكتر ويهين نفسه اكتر هتبقى مشكله لمنتخب مصر. تتلعب على طول وممكن هنا ممكن حلو قوي لو رفعت بقى ميدو من هنا. الله يا راجل، عاوزه ضربه راس، كوره جميله وجمله جميله، انما كويس اهو الراجل. كارت اصفر لمنداي. بايده، صح بايده، ولا حد يقدر يتكلم. منداي شكرا يا منداي، شكرا جزيلا يا منداي، في توقيت نحن نريده تماما. شكرا ودعواتكم باذن الله. احمد حسن وضربه جزاء تاريخيه بالنسبه لمنتخب مصر في الدور قبل النهائي، والحكم ديفين بيوقف الفرقتين في الموقع القانوني بالنسبه لهم، بدي تعليماته. واحمد حسن، دعواتكم لاحمد حسن وعطاله الاذن ديفين. واحمد حسن والهدف الاول لمنتخب مصر، انما عادها مره ثانيه ديفين، عادها مره ثانيه. والله لما هتعيدها ان شاء الله باذن الله. فقال لهم اهو بايده اقفوا على الخط، هتتعاد مره ثانيه. ضربه جزاء لمنتخب مصر في الدقيقه 34. دخلنا في الدقيقة 35 وأحمد حسن ضحك عليه، لو مرة يمين مرة شمال، والراجل ومش عارف أقول للملعب بقى إيه. الملعب رفرف بالرايات في الدقيقة 35. كل واحد في الملعب معاه راية، حاجة جميلة وانفجر الملعب. واخيرا اهات الجماهير، وادي كوره اهي اللي الراجل لعبها بالبوكس، والحكم 10/10
يعني برافو الحكم، برافو بحكم، برافو الحكم ظبطها، ولا حد يقدر يتكلم ابدا. وفي الدقيقه 35 احمد حسن يحط كوره حلوه جدا جدا، احمد حسن في الدقيقه 35 من ضربه جزاء صحيحه، ويرتفع رصيده الى 4 اهداف. انا بقول ان ابو تريكه لم يستخدم حتى الان، رغم ان ممكن جدا احنا نستغلهم، لان هم دلوقتي واضح جدا ما عندهمش غير ديومانس 15 وهنري ونيانج وبابا جوب ومصطفى فاي، هم دول اللي شغالين فرقه. اما خط الظهر مع منداي. سيداتي انساتي ساداتي، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، والى ان نلتقي في الشوط الثاني، لكم مني اطيب التمنيات. محمد عبد الوهاب لميدو، وميدو لابو تريكه. يا سلام، هو ده المفروض الكوره بتتلعب كده. ابو تريكه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لو صاحي عماد متعب كان تابعها، انما هو اللي عاملين الازعاج. تلعب الكوره لبابا مليك، بابا مليك يعلق الكوره داخل المنطقه. يا راجل يا راجل يا راجل، وكهنري ونيانج رقم 8 يحط الهدف. انما هدف غريب غريب في الدقيقه 6، هدف غريب. في لسه بقول لحضراتكم خط الظهر الكرات العرضيه ما اعرفش واقفين ازاي. تترفع كره من رقم 12 فاي، يستقبلها على طول نيانج، واخيرا يتنفس الصعداء عبد الله صار في خطا قاتل غريب ساذج. انما معلش، نيانج في الدقيقه السادسه من زمن الشوط الثاني، نيانج رقم 8 في الدقيقه السادسه، وتبقى 1-1. خطأ، او شوف حضراتكم، مش ممكن يا راجل، مش ممكن خطأ قاتل ساذج. انما معلش، 1 مصر 1 اهو، اليمين يشتوها، و هدف للسنغال، و1-1 بعد 6 دقايق من زمن الشوط الثاني. عدي مع متعب، وجنبه اهو عبد الوهاب، ما اداش عبد الوهاب، ويلعبها لعبد الوهاب، خلاص الضغط على عبد الوهاب، وحلوه حلوه حلوه حلوه، وضربه راس ضعيفه، وضربه مرمى للسنغال، وضربه حره مباشره للسنغال. يلعبها هناك على الزاويه، والحمد لله الحمد لله عند مين؟ عند بابا ديوب من خط الظهر. كل خطورتنا اللي جت من الكرات اللي زي دي. تتلعب ضربه ركنيه، وشوت يا راجل. وشوف حضراتكم الفرص بتجيلنا لما عبد الوهاب يلمها بابا ديوب ويضغط عليه على طول. الضغط، شوف الضغط، وادانا الفرصه، وتروح الكره على طول لابو تريكه يرقص، ومن هنا بيجيب جوان. انما الله يا بركات، لو تلعب على طول، وفرصه هدف. مش شوف الكره السريعه حضراتكم، ميدو يا ميدو، شوف الكره السريعه. لو لعبنا كرة سريعة والله نقدر نخلص المباراة سهل جدا. لو سلمنا لابو تريكة ممكن جدا. شوف حضراتكم، فرصة صحصحتنا وصحصحت الناس يا ميدو. رقم 11 أول تغيير للسنغال في المباراة، الحاج ديوف نزل مكان هنري كامارا. تتلعب، وبرافو، يا الحمد لله. السقا ينقذ، عبد الوهاب ينقذ فرصة هدف منتخب مصر. 24 دقيقة، مطلوب تنشيط، مطلوب يعني السيطرة في نص الملعب. هيطلع ميدو وينزل عمرو زكي، وما شفناش في كل الدورة حد غير بيجري على طول على اللاين وبيسلم على البديل. ولكل مدرب قراره طبعا، الله يكون في عونك. ومش ممكن، ولازم الالتزام من اللاعب تجاه مدربه، ولازم الروح الطيبة تبقى موجودة. هو نجم ما يقدرش يعمل كده في توتنهام ابدا، بيتغير ويطلع وينزل، واصبح نجم، واصبح ليه سعر قوي جدا. هيطلع ميدو، واعتقد ان مظهر لا حضاري، وميدو فقد حب الناس في هذه اللقطه.
وفقد الكثير، فقد الكثير الكثير الكثير. ويبدو يجب ان يكون حسن شحاته اهدى ويحط ولا يبادله الكلام، انما هنقول ايه؟ طلع ميدو ونزل عمرو زكي، وكان شكله برضو مبوق فيها، انما مع يعني تصرفين من اتنين محترفين. هنري لم الموقف، اما يا رد علينا عمرو، رد علينا عمرو، رد علينا عمرو، رد علينا عمرو، رد علينا عمرو يا ميدو. وتغيير حسن 100% صح، وتغيير حسن 100% صح. وميدو طلع صوتنا ورجع لنا مرة أخرى حيويتنا في الدقيقة 35 من كرة مرفوعة من محمد عبد الوهاب لينقض عمرو، لأن كان في أكتر من كرة لو عمرو موجود كان ممكن ينقض، إنما الحمد لله الحمد لله في الدقيقة 35 ينقض عمرو زكي ويحرز هدف جميل جدا برأسه من تمريرة جميلة من مين؟ من أبو تريكة. شوف حضراتكم القوة والمهارة، المهارة في أبو تريكة والقوة والمهارة في عمرو، والتقط الأنفاس ويقول لهم أنا تغييري صح، أنا تغييري صح، وإحنا بنقول لك عندك حق. وفي الدقيقة 36 عمرو زكي يحط هدف جميل جدا ليونج، انما برافو برافو ابراهيم سعيد بعقل جدا لعصام الحضري اللي يلعبها اماميه وتسقط ومش اوفسايد. ويلا عماد، يلا عماد، يا راجل يا راجل يا راجل، مش ممكن مش ممكن، هناخد ايه من ايدك على وشك؟ مش ممكن يا عماد يا متعب. انما بركات يلعبها على طول لشوقي، وشوقي بينيه حلوه حلوه حلوه. بص بقى بص بقى بص بقى، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. تنزل الكرة لأبو تريكة، يعدي أبو تريكة وماشي ماشي، وسلام يا أبو تريكة. يلعبها على طول لمحمد عبد الوهاب، يبقى يلعبها على طول لعماد متعب. عماد متعب جنبك أحمد حسن يا عماد، بيبص هناك لعبها لأحمد، وهات وخد، خش وأنت سريع. إنما برافو برافو برافو. شوفوا حضراتكم لما أولادنا لعبوا الصح، لما مسكوا كرة على الارض، لما سلموا ابو تريكة، لما اتحركوا بدون كرة، هي كده. هو اندفع هجومي بتغييرات هجوميه، خلاص انكشفوا ورا زي ما حضراتكم شايفين كده، ونقدر احنا باذن الله نجيب الهدف الثالث. الهدف الثالث 2-2 لوحدهم. واو، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ايوه كده، اعدل نفسك يا ميدو وصحح اخطائك. وعماد متعب بيضيع فرصه كبيره جدا جدا في الدقيقه 43. لازم ناخد بالنا يا رب تتقطع. ادي كوره رامي التماس بيلعبها لامين دياتا، رامي التماس جوه، يلا يا اولاد ويبقى تطلع، وطلعت والحمد لله الحمد لله. تنفسنا الصعداء. مبروك عليك يا حسن، مبروك عليك يا مصر، مبروك عليك يا اولاد، مبروك عليك على كل المصريين. النهارده الليله عيد ان شاء الله. 2 مصر 1 السنغال، والحكم لازم يصفر دلوقتي، وعصام الحضري لازم يلعب عشان ما يضيفش علينا وقت تاني. و2 مصر 1 السنغال، وعلى طول اماميه. يلا يا عصام، يلا يا عصام، يلا يا عصام، يلا يا عصام. والحكم يصفر بانتهاء الشوط الثاني، والمباراة بفوز كبير جدا جدا لمنتخب مصر على منتخب السنغال بهدفين احرزهم احمد حسن وعمرو زكي النجم الجديد المتجدد. مبروك لمصر، مبروك لحسن شحاته ورفاقه. رفاقه مين؟ المهندس سمير عدلي وشوقي ومحمد صدي واحمد سليمان واحمد ماجد وحسام الابراشي وكمال عبد الواحد وحسنين حمزه ووحيد سمير. ومبروك علينا كلنا، وبيضت وش المصريين. وسيداتي انساتي ساداتي، مبروك لمصر، ومصر في النهايات مع كوت ديفوار يوم الجمعه. ونتمنى باذن الله ان يحضر السيد الرئيس باذن الله يوم الجمعه عشان يهدي كاس مصر الى ابطال مصر المصريين. شكرا لكم، وكان معكم معلق رياضي محمود بكر. Excuse me, Mr. Officer.